ياك ما حتى انت كيسحب ليك باللي الكول اللي في لو بارفان هو السبب ديال الحساسيه وتهيج الجلد. لا، غلط. السبب كاين في لا فراغونس اللي هو الزيت العطري. وعلاش بالضبط في لو بارفان اللي فيه هذا المشكل هذا؟ حيت كتكون فيه النسبه ديال لا فراغونس طالعه. يعني بالنسبه ل اون دو بارفان ولا ليكسترو دو بارفان عندك ما بين 15% حتى لديك 25%، راه كتعتبر النسبه اللي طالعه بزاف. علاش؟ حيت هاد لا فراغونس هاد الزيت العطري فيه مواد مسببه للحساسيه، كما كنت هضرت عليهم شحال هادي بزاف ديال سميتو ديال الفيديوهات. ما تخلعوش بزاف. هاد المواد مسببه للحساسيه تقدر تسبب تهيج الجلد، احمرار الجلد، شي مشاكل في الجلد، ولكن ماشي شي حاجه اللي تري غاز مع سرطانات ولا اي حاجه كتبان بلي فيها سرطانات كتمنع ديريكتومون اوتوماتيكمون. هاد القضيه انت بانت ليا كيفاش كنت درت اخر فيديو اللي كنت كنقول فيه بلي لو بارفون ما خصوش يطرش على الجلد باتاتا، خصو يطرش على الحوايج. بزاف ديال التعليقات اللي قريتهم تيقولوا عندك الصح، كنتفقوا معاك حيت لو بارفان فيه الكحول. هو لا، العكس، المشكل كاين في لا فراغونس زيت العطري كما شرحت. كاين واحد النسبه نادره ديال الناس اللي الكحول يقدر يسبب لهم المشكل، نسبه قليله بزاف. دونك هذا ما كان. نتمنى تكون انه تصحات لكم هذه المغالطه ديال انه مسببات الحساسيه ماشي الكحول في الزيت العطري. و اديوس.